حد عايز يعلي مستوى الحرق عنده، وحد عايز يحرق دهون المتراكمة عنده. عايز توصل لمؤشر كتلة جسم مثالية، تحرق دهون، تعلي مستوى الحرق جدا في جسمك، توصل لشكل مناسب بسرعة البرق، من غير رجيم ومن غير جوع ومن غير تحديد نسب ولا تحديد نوعية الأكل. كل ده في الحلقة دي، تابعونا. اهلا وسهلا بيكم في قناه معلومات صحتك. لو اول مره تتفرج علينا وانت بتعمل سكرول جالك الفيديو ده، يبقى انت محظوظ، وانا كمان محظوظ لانكم بتتفرجوا عليا. الموضوع سهل وبسيط، بس قبل ما نخش في موضوعنا، لو انت اول مره تتفرج علينا، قناه معلومات صحتك معاكم كابتن عمرو خالد، اخصائي تغذيه علاجيه، سمنه ونحافه، كل شيء يخص الصحه في القناه دي. لو انت مهتم، سبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقه بننزلها جديد. ولو الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك وشير عشان الفيديو يوصل لكل الناس، عشان لو كل الناس عندها المشكله بتاعتك تقدر تساعده. نبتدي حلقتنا. اول حاجه معانا، هو يعني ايه تخس؟ كلمه تخس او انا عايز اخس دي كلمه شامله جدا. في واحد عنده دهون في منطقة معينة عايز يخسسها، يعني سواء مثلا كانت المنطقة دي الجناب او اسفل البطن، دهون الكرش السفلية. في ناس عندها الجناب، في عندها الرجلين، في ناس عندها الايدين، في ناس عندها حتت معينة في الجسم عايزة تخسسها. فكلمة تخس دي كلمة شاملة جدا. انت او صحتك او جسمك مش حقل تجارب ان تخش تسمع اي نوع رجيم فتطبقه وتحرم نفسك، ففي الاخر يجيب معاك نتيجة يا ما يجيبش. الموضوع ابسط واسهل، لكن بمنظور علمي، مش بمنظور ان انا حافظ نظام رجيم فاقوله لك فانت تمشي عليه. كل جسم وليه استراتيجية، كل مشكلة في جسمك ليها طريقة معينة علشان تخس بيها، بس في حاجات ما بيختلفش عليها حد. تعال اقول لك في الفيديو ده من غير رجيم ومن غير ورقة وقلم ومن غير جرامات ومن غير ميزان، خطوتين اتنين بس لو طبقتهم وعملتهم معايا، مش هتحتاج لأي حاجة تاني، ومش هتقابل ثبات في الوزن، مش هتقابل دهون عنيدة. ايه هما الخطوتين؟ الخطوتين انا هقولهم لك على بندين، على خطوتين، لكن حلهم في حاجة واحدة بس. الخطوتين هو ازاي انك تعلي مستوى الحرق جدا في جسمك على طول في اي وقت من اليوم، سواء كنت بتعمل مجهود او بتعمل رياضة او ما بتعملش. وتاني خطوة معايا هو ازاي انك تحرق الدهون المتراكمة في جسمك. هو ده الجنرال او اللي ما بيختلفش عليه اتنين، حد عايز يعلي مستوى الحرق عنده، وحد عايز يحرق الدهون المتراكمة عنده، عشان يبقى عمل الحاجتين اللي يوصلوه لمؤشر كتلة جسم مثالية، وما يقدوش بعد كده ان هو يبقى عنده سمنة او سمنة مفرطة. دول يتقاسوا على كل الناس. فتعالى مع بعض نبتدي واقول لك ايه هما الخطوتين اللي احنا قلناهم. نقول بقى إيه ازاي تعمل الخطوتين دول. عشان تعمل الخطوتين دول في 6 حاجات لازم تعملهم علشان توصل للخطوتين دول. في 6 خطوات لازم تطلعهم عشان تبقى وصلت للخطوتين دول. ايه هما ال6 خطوات دول؟ اول حاجة انك لازم تنام كويس بالليل. النوم بالليل بيحفز الغدد بشكل كويس جدا. ما بيساعدش جسمك انه يفرز الهرمونات اللي بتساعد على الاكتئاب والارهاق، اللي هي دايما بتكافح عملية الايض السريع او حرق الدهون في جسمك. كل ما زاد الارهاق والتعب في جسمك، والتعب النفسي والارهاق وقلة النوم وقلة التركيز، كل ما ده كان بيكافح نسبة حرق الدهون ان هي ما تبقاش عالية في جسمك. فلازم تنام كويس بالليل من 6 ل8 ساعات، وانا دايما برجح ال8 ساعات ويكونوا بالليل. رقم 2، لازم تمارس رياضة. مفيش حاجة اسمها انا ما عنديش وقت، او الوقت اليوم مسحوم، او اليوم بيخلص بسرعة، او انا مضغوط. جسمك ليه حق، لانك لو ما حافظتش عليه انت مش هتقدر تكمل ضغط في حياتك، سواء كنت ست بيت عندك شغل بيت بتربي اولادك بتروقي شقتك، سواء كنت راجل شغال شغلك ده متطلب منك انك صحتك تبقى كويسة. فالصحة مفيش حاجة بعدها، ربنا انعم علينا بالصحة علشان نقدر نقوم بكل اعمالنا، سواء كنا ست بيت ربة منزل بتشتغلي، انت راجل بتشتغل، سواء كانت طبيعة شغلك، فهي الصحة اساس كل حاجة. فلازم تدي لصحتك على الاقل من 30 ل 60 دقيقة كل يوم رياضة. ما عندها فيش بقى امكانية مادية انك تروح جيم،
تقدر تمشي برتم سريع ومستمر، او تعملها زي الكارديو، تمشي 10 دقايق بسرعة او 5 دقايق بسرعة ودقيقة بالراحة، 5 دقايق بسرعة ودقيقة بالراحة. المهم ان هي تكون وتيرة ثابتة من مدة مينيمم اقل حاجة 30 دقيقة ل 60 دقيقة. مشي، جري. في فيديوهات كتير على اليوتيوب بتقول ازاي تتمرن. مفيش عندك امكانية او مش قادر او مش عارف او خايف تأذي نفسك، انزل امشي او اجري. المهم يبقى فيه نشاط بدني من 3 ل5 ايام في الاسبوع، مينيمم 30 دقيقة ماكسيموم 60 دقيقة. تالت حاجة معايا هي شرب المية. شرب المية مهم جدا، اوعوا تغفلوا عنه او تفتكروا ان هو حاجة بسيطة. شرب المية ليه فوائد كتير جدا للبشرة وللجفاف وللامساك وللمعدة وحاجات كتير قوي. بس في موضوعنا النهاردة، موضوع الرجيم وحرق الدهون والتخسيس، المية تعتبر من اهم العناصر اللي جسمك محتاجها علشان يعمل عملية حرق الدهون والاكل يتهضم بشكل كويس وما تعانيش من الجفاف او من الامساك. لان معظم الناس اللي بتعمل رجيم بيجي لها امساك وبتعاني من الجفاف بعد كده. تشرب ميه قد ايه؟ لو انت مجهودك البدني عالي جدا تشرب من 2.5 ل 3.5 لتر ميه في اليوم. لو مجهودك البدني متوسط تشرب من 1.5 ل 2 لتر. لو مجهودك البدني بطيء خالص وما بتبذلش مجهود تشرب من 1.5 ل 2 لتر في اليوم. قسمهم على مدار اليوم، ما تشربش الميه مره واحده عشان ما تضرش كليتك. النقطة الرابعة معايا وهي نقطة مهمة جدا جدا جدا، وهو نظام الاكل اللي انت بتمشي عليه. انت هتضحك علينا ولا ايه؟ انت في اول فيديو قلت لنا احنا مش هنقول نظام اكل ومش هنقول رجيم. انا مش بضحك عليك، بس انت لازم تعمل نظام لاكلك. انا مش هقول لك كل ايه وما تاكلش ايه. نصيحة باختصار كده لازم تفهمها كويس قوي. الاكل بتاعك لازم تختار جودته. يعني انت بتدخل لجسمك كربوهيدرات. الكربوهيدرات دي مش معناها ان انا احط معلقتين سمنه على الرز او زيت واحط ملح كتير وبتاع يبقى انا كده ما انا باكلش رز، انا كده باكل سموم تانية مع الرز. لازم تختار نوعيه وجوده الاكل بتاعك. هتاكل كربوهيدرات يبقى رز مسلوق، يبقى مكرونه ما احطش عليها سمنه او زيت كتير، ويستحسن ان انا ما احطش سمنه او زيت اصلا. اكلي الخضار كله اخليه ني في ني او اعمله سوتيه في الفرن. الفراخ واللحمه والسمك اللي هي انواع البروتين الحيواني اللي احنا هنقدر ناكلها يا اما مسلوقه يا اما مشويه. يعني اقعد مع نفسك كده او اقعدي مع نفسك كده ساعه ورقه وقلم وحدد هدفك في الاكل. انا هاكل 1 2 3 الكميات عشان تظبطها. كميات تبقى معقوله، يعني الطبق اللي هتاكله كربوهيدرات يبقى 20% من الاكل بتاعك، والسلطه والخضار يبقى 50%، والبروتين يبقى 30% الباقيين. قسم وجبتك. الكربوهيدرات اقل حاجة، والخضار والخضروات بقى والسلطة الخضراء والبروتين هو اكبر حاجة. فلازم نوعية الاكل. امنع الزيت والسمنة المهدرجة تماما من اكلك. استخدم الدهون الصحية، زيت الزيتون، شوية مكسرات صغيرين. الحاجات دي هي اللي استخدمها. النقطة اللي بعد كده وهي برضو نقطة مهمة جدا لا تقل أهمية عن اللي احنا قلناه، تحديد وقت الوجبات. من أفضل الحاجات اللي بتحرق دهون في جسمك هو الصيام. أفضل حاجة بتحرق دهون في جسمك هو الصيام. أنا بفضل جدا الصيام المتقطع. مفيش مشكلة تمشي عليه شهر واتنين وتلاتة واربعة، طالما فترة الفطار في الصيام المتقطع بتستخدمها صح. طبعا في فيديوهات كتير وفي القناة دي احنا اتكلمنا عن الصيام المتقطع. صوم صيام متقطع لانه بيظبط نسبة الانسولين في جسمك، وكل ما كان نسبة الانسولين مش عالية في جسمك كل ما كان حرق الدهون مفهوش مشاكل في جسمك. الصيام المتقطع برشح جدا صيام ال 18 ساعة وال 16 ساعة. الحاجة اللي بعد كده معايا والأخيرة هي تشيك اب على أي مشكلة صحية بتسبب لك عدم حرق الدهون. ايه هي؟ يعني عندك نقص فيتامين د. لو انت جسمك فيه نقص فيتامين د جسمك مش هيحرق دهون. جسمك مش هيحرق دهون لو عملت البدع او عملت البدع في اي نظام رجيم بتعمليه او بتعمله لو عندك نقص فيتامين د. فيتامين د، فيتامين د احنا هنعمل فيديو خاص لفيتامين د والتخسيس او مشكلته مع حرق الدهون. وبكده لو طبقت كل الحاجات دي صدقني او صدقيني هتلاقوا مفعول كبير جدا، والفرق في الميزان وفي اللبس. هتشوف وهتعرف جسمك لو استمريت وعملت اللايف ستايل ده مع نفسك لمدة شهر واحد بس، وشوف هتكون وصلت لإيه.
اتمنى تكون استفدت معايا في الحلقه، ولو الفيديو عجبك متنساش تكون عملت لايك وشير عشان كل الناس تستفاد، ولو ما اشتركتش معايا اشترك وفعل الجرس عشان يوصلك اشعار بكل حلقه بنزلها جديد. اشوفكم الحلقه الجايه على خير. سلام.